السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الإخوان جبنا لكم واحد القضية اللي دايرة البوز هاد الأيامات. جبنا لكم واحد الفيديو على أناحي والطريقة ديالو. بلا ما نطولوا عليكم بزاف، المهم نخليكم مع الفيديو باش تفهموا البلان اش طاري. طليقة أناحي كتخرج عن صمتها بعد ما تشفاو فيها بعض الفتيات بعد ما استقبل الملك زوجها السابق وعطاه وسام ملكي. اجيو تشوفوا الرد ديالها. من بعد الجدل الكبير على نوعية العلاقة اللي كتجمع الدولي المغربي عز الدين أناحي بأسماء إبريز وتضارب الآراء حول السبب الحقيقي وراء الانفصال ديالو عليها. شبان لك فهاد البلان؟ واخويا هاد البلان هذا كيبان ليا هاد الناس هادو بقاو ليهم هاد الكوبل هادو جداد ما لقاو ما يقولوا داروا انت لهم. كتشوف اصاحبي ما فهمتش انا دابا علاش بنادم كيخلي المشاكل ديالو والهموم ديالو وكيبقى مقابل بنادم في السوشيال ميديا، اخويا قلت ما يدار، اخويا قلت الشيء. وكتلقى بنادم راه زعما ماشي راه استاذ شي لعيبه، زعما راه ماشي ما قاريش ولا شي لعبه. اخويا كاين الجهل الفكري. بنادم واخا قاري ولكن عنده الافكار ديالو جاهله، فهمتي؟ الله يحضر السلام. الله يسر اخويا، الله يسر. اضطرت أسماء بعد ما توصلت بمجموعة من التعاليق والرسائل بخصوص علاقتها به باش تخرج بتوضيح بخصوص حقيقة علاقتها باللاعب أناحي. شوف اصاحبي بنادم يخليك تجبد عقد ديال الزواج وتحطوا تصوروا ليهم باش تقول لهم الله يرحم الوالدين راه حنا كنا متزوجين. تشوف اخويا دابا بنادم غتلقى دابا هادو اللي داروا لهم هادشي، هذاك النوع اللي كيكون مشارجي 5 دراهم ومسرح فوق السداري ومسالي راسو ما عنده ما يدار. واش غنقول لهم؟ الله يهديهم وصافي، الله يهدي ما خلق. اخويا وانفصالهم على بعضياتهم. وهنا فندت كل الإشاعات اللي تم نشرها في العديد من الصفحات والحسابات الفيسبوكية، بحيث كشفت أنها كانت متزوجة باللاعب أناحي على سنة الله ورسوله على عكس ما جاء في العديد من التدوينات. ونشرت أسماء إبريز نسخة من عقد زواجها بأناحي عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام مع سكرين شوت للاتصال بالفيديو مع اللاعب أناحي أثناء تواجده مع المنتخب في قطر، ورافقتهم بتوضيح جاء فيها توضيح هام. النهايات أخلاق. اليوم بغيت نخرج بتوضيح نصحح فيه ما تروجه مواقع التواصل الاجتماعي. خويا انت كتشوف اصاحبي هي كتقول لك السيد راه كان مزيان وما قالش عليه والو وهو ما خرج ما دوا ما والو. سلاك واحد الناس كيكونوا ما تفاهموش مع بعضياتهم، راه عادي، راه اي واحد كيكون في الاول خاطب واحد الانسان ومن بعد كيوقع شي مشكل بسيط ما كيتفاهموش، المهم بيناتهم لاش بنادم كيبقى داخل تا هو ومعلق بحال المسكه. ديوها في سوق راسكم وربيو ولادكم الله يرضي عليكم، وكل واحد يدا في الجهه اللي دار كما خلاوه. قطع خطوبتي بعز الدين أناحي وأني فضحت أسراره وأضافت اللي بغيت نقول اليوم أني كنت فعلا متزوجة بعز الدين أناحي على سنة الله ورسوله وعمرني فضحت أسراره، بالعكس عز الدين إنسان خلوق ومربي ونعم الصديق والأخ والابن، وعلاقتي به بدات فاش كان كيلعب في نادي أفرانش قبل ما يلتحق بنادي أونجي وبالمنتخب الوطني. يعني كانت علاقة بريئة توجناها بالزواج اللي حتى هو مسؤولية. عز الدين إنسان موهوب وناجح في حياته الكروية وكما كتشوف هي قالت لك انهم فشلوا في الزواج عادي، اي واحد راه كيتزوجوا كيقدروا يفشلوا كيقدروا ينجحوا. قالت لك العلاقه راه باقا مزيان. هما الناس بقات مزيانه مع بعضياتها وشي وحدين ما لهم والو ما بقاوش مزيانين. ودابا فهمت السطام هادو دابا. عرفتي واش فكروني بحال اللعابه ديال المنتخب كلهم مشاو داروا خاتم ديال الزواج في انستغرام. اخويا هاد المراركه فهمت السطام معاهم، غدير عقلك غتهبل من الاخر. عالم خاطئ مهنية بشهادات عالمية، لكن أنا وياه ما نجحناش على المستوى الشخصي وما نجح زواجنا، لذلك لقينا الطلاق هو الحل، ولكن ماشي بمفهومه التقليدي صافي طلقنا راه ولينا أعداء. بالعكس لم ننسى الود بيننا وبقينا أصدقاء وكنسولو بعضياتنا وكنشجعوا بعضياتنا، حيث الفشل في العلاقة الزوجية ماشي نهاية العالم. وتابعت الشابة أسماء في نفس التدوينة
ويقدر يكون هذا الفشل كان درس يخليه يكون ناجح في علاقته مع انسان. راه نقول لك واحد الحاجه صاحبي، راه هادشي راه اللي قالت راه بصح، راه بنادم صاحبي كيتاثر بدوك لي كومونتير وداك الشيء، والديك كيقراو داك الشيء وانت كتسمع، راه حتى يجمعوا عليها واحد الهجوم راه بزاف صاحبي. راه اخويا راه قلت لك هذاك النوع اللي كيكون مشارجي 5 دراهم قريبه التقاده ما كيلقى ما يدير اخويا، كيمشي كيدخل عند الناس هادو ما ليهم حتى شي ذنب، كيبدا تا هو يخيط ويفصل. صاحبي راه لوجيك دابا فهم، انت عندك مشاكل ديالك، عندك مقابل بنادم صاحبي في كومونتير مقابلو شنو داير كل واحد يشوف عيوبه، ما تبقاوش تشوفوا في العيوب ديال الناس، كل واحد يشوف في الجهه اللي ضره. خوت بان لكم في هذا الشيء اخويا، خوت نتمناو تخليونا لي كومونتير وتقولوا لنا واش بان لكم في هذا البلان هذا، يعني بنادم باش كيدير في المشاكل ديالو كيبقى مدير في الناس ما بلان ما والو. أنا أخرى وأنا نكون ناجحة مع إنسان آخر. الحياة ليست رجلا والحياة ليست امرأة، والطلاق ليس نهاية العالم، وماشي جميع اللي يطلقوا ولاو أعداء، حيت نهايات أخلاق. الصفحة اللي بيني وبين أناحي كزوجة وزوج طويناها شحال هذا، نتمناو تحترموا هذا الشيء حيت كيأثر على ناس اخرين في حياتنا ما عندهم حتى شي ذنب. الحقيقة في بعض الأحيان بعض المتنمرين وأصحاب الإشاعات كيفوتوا كل الحدود، بحيث يمكن لهم يقذفوا في العرض ديال الأشخاص فقط من أجل خلق الجدل وجلب مشاهدات، بل والبعض منهم وصلت به الوقاحة للتنمر حتى على الأمهات، كما وقع مع الأم ديال اللاعب أشرف داري. للتنمر حدود، والأمهات خط أحمر. حتى الام ديال دار كيما هاد البلان هذا ما قالوهاش هي صح. بنادم ما عنده ما يدار، الله يهدي ما خلق وصافي. وانت تمشي تلقى امك في طرولات صح. ما السيده ما ما بلان دارش ما والو، راه مشات راه الله. السيده هي من تلقاء النفس ديالها هي بحال هكاك، وبنادم ما كيرحمش، بنادم خايب شويه. لا شوف هذا السوشيال ميديا صعيب في هذا الوقت هذه، والله الا صعيب. المهم الاخوان كان هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم. لا عجبكم الفيديو سيبورتيونا في القناه، جيم كومونتير لايك بارطاجيو مع الاخوان. وكان هذا هو الاخر ديال الفيديو. تهلاو. السلام عليكم.